لسه مكملين معاكم في الليلة دي، والليلة دي زي ما انتم شايفين جميلة ولسه هيبقى فيها نور. طيب، لأن ضيفتي اللي هتجيني دلوقتي هتبقى دايما سجينة الضحك والفرح الليلة دي. ضيفتي الكل اتفق على ان جمالها 100 لأ و24 قيراط. معظم الستات بياخدوا صورها لدكاترة التجميل عشان يبقوا شبهها، ما بينفعش طبعا. رحبوا معايا بالنجمة الجميلة سيرين عبد النور. ميرسي. مين اللي بتقولي له مالكش فيه مالكش دعوه بيه؟ كل حدا بيحشر حاله بشي ما خصه فيه. كل حد وكتار صاروا هاليومين. كتار في ناس بيحشروا حالهم باشياء ما خصوا فيها من اي مجال اكتر.
في كل المجالات، اجتماعيا، عائليا، فنيا، كله بده يعطي رأيه، كله بده يتشاور، وكله بده كله ذكي. كل الناس أذكياء صاروا، كله بيفهم. سيرين جايه معبيه يا جماعه، شكلها هتفضفض في الحلقه دي. جميله، البنات بقوا دلوقتي يشوفوها في الشارع بيشدوا شعرها عشان يشوفوه فيك ولا مش فيك. الله. شفتي؟ وانا في المقدمه قلت دلوقتي في ستات تفتكري ايه؟ بس اوعي تعملي كده معايا. لا مش هعمل، مش أرجوكي بلاش. مش هعمل. شفتي بقى، كلنا بنجرب يعني عشان ناكد لهم انه مش فيك. وانا قلت في المقدمه، قلت سيرين عبد النور بياخدوا صورها علشان يقلدوها عند دكاتره التجميل. أو عن جد؟ في ناس ده اللي احنا عارفينه. تفتكري الستات ايه اكتر حاجه ممكن يبقوا عايزين يعملوها زي سيرين؟ أنا اللي بعرفه إنه حواجبي عاملين، يعني لأنه أنا عاملة تاتو بحواجبي، عاملين هيك موضة. خليني اقول لك انه كل الصبايا حابين انه يعملوا حواجبهم مثل حواجبي، ويا ريت تزبط. يعني مره انا كنت قاطعه بمول بلبنان، فشفت وحده عن بعيد حواجبها هيك هيك. فانا وصلت لحدها وعم بقول يا حرام هيدي ليه هيك مشوهه حالها، انه بتقوم تقول لي سيرين انا كثير بحبك لدرجه انه عامله حواجبي مثل حواجبي. حذرتك. صلحت لها المعلومه ولا لا؟ قلت لها حياتي كثير حلوين ولابقين كثير لوجهك، بس يا ريت بننزلهم شوي من هون بصيروا احلى. دمرتيها يعني. دمرتيها. طيب بقول لكم ايه، دايما لما بتحصل حاجه، مثلا يبقى حد رايح يحصل له حاجه، اوكي، مثلا يقولوا لك لما يرجع يقول لك ها 7 ولا ضبع. 7 يعني حصلت، ضبع يعني ما حصلتش. 7 أو ضبع يعني يعني انت مثلا أمحق وشعيرة تروحي على اساس انك هتمضي مثلا تعاقد، صح؟ عارفه انت الموضوع ده جميل. تروحي تمضي عقد، مثلا يجي حد يقول لك ها 7 ولا ضبع. 7 يعني مضيتي، ضبع يعني ما مضيتيش. تمام. اللي هنحصل ان احنا هنلعب اللعبه دي دلوقتي. 7 ولا ضبع. 7 يعني حصل، ضبع يعني ما حصلش. اتفضلوا الكروته دي، والجمهور مع نفس الكروت دي، 7 ولا ضبع. اللي هيحصل ان احنا دلوقتي هنشوف فيديو، الفيديو ده هيقف في النص، وعايزين نعرف انتوا في ارائكم يعني الحركه كملت ولا ما كملتش، هتبقى 7 ولا ضبع. الحركه كملت او ما هنشوفها في الفيديو. تمام، هنشوفها في الفيديو، هنشوفها ونشرحها كمان. يلا سوا، خلينا نشوف الفيديو ده سوا. تفتكروا هينط نطه كويسه ولا لا؟ هتبقى 7 ولا ضبع؟ اعتقد مش هتزبط معاه. 7. انت قلتي 7. عفوا ضبع. اوكي، انا بقول ضبع برضه. الجمهور بيقول ايه؟ اغلبه بيقول ايه؟ ضبع كله. الاغلب بيقول ضبع. ما نشوف احنا صح ولا لا. طيب يلا خلينا نشوف. ما ظبطتش معاك خالص. مظبوط. نشوف فيديو تاني. شو بده يعمل؟ بده يقطع بين الهول؟ ما نعرفش. تفتكر هيحصل ولا مش هيحصل؟ ما بحبوا اللعب. سيرين فضلت ان هي تهوي احسن. ايه تفتكري ايه، حركه تكمل صح ولا مش هتكمل صح؟ طبعا مش هتكمل يعني. انا بقول 7. ضرب جنون. الجمهور كله ها. انا 7. حاساها يعمل رجليه كده ويعدي. ها انت ضبع يا سيدي، ما تغيريش، خليكي ملتزمه بده. لا. ضبع مش هتكمل. معظم الجمهور بيقول على حسب ما احنا شايفين كده البينك 7. طب لما نشوف 7 ولا ضبع. ما كسبتش انا. مش ممكن. وثلاث ارباع الجمهور. في فيديو تاني معانا؟ لا بس انت شكلك عندك تنبؤات عاليه جدا. بجد؟ لان هو ده يعني مش ممكن تزبط معاه خالص. انا قلت يعني يمكن، انا قلت يلا نشوف الفيديو ده كده. يا خرابي، هو قاعد دماغه يمكن. الجمهور ايه؟ الجمهور كله 7. ايه يا جميله؟ جميله محتاسه. جميله محتاسه. ايه؟ محدش هيغششك ده. انا نفسي ما اعرفش. محدش بيغششني. طيب يلا هاي 7. خلاص 7 شايفينا. اوكي هاي فوشيا. جميله ايه؟ ضبع. انا بقول 7. يلا خلينا نشوف بقيه الفيديو. لا بس جامده الحركه دي. هلا شو بنكسب هلا بالاخر؟ يلا بقى هنوصل. لا عايزين نشوف اذا بتتنبئوا ولا لا. لا ما فيش هدايا. لا ولا ما هدايا. ما خسرت ولا مره. بالظبط. بيضحكوا علينا. خلينا نشوف الفيديو ده كمان. يلا كده اسمع مني. ايه
هو اصلا رايح فين يعني؟ جميلة. دبع. ايه جميلة؟ ضبع. ضبع؟ اه كلكم ايه ضبع؟ نشوف ايه؟ نشوف ايه؟ ده مات، ده خلاص كده مات. لا انا ده ايه ده مش ده معقول. توفى. انا ولا اجابه قلتها صح. بقول لك ايه جميله، انت لما بتيجي رايحه مثلا على حاجه، طبعا سيرين هي اللي ربحت يا جماعه، سيرين عبد النور يعني واضح ما خسرتش ولا مره. انا وجميله مش لاعبين اللعبه دي. انا ممكن زيك. طيب دلوقتي انا مش هسكت كده، عايزه العبكم بقى لعبه، بما ان احنا بنات سوا فاحنا عايزين نشوف مهاراتنا بقى البيت. يعني انا مش هاخدكم فنانين بس وبنتين حلوين وهيقعدوا جنبي ويقولوا اسئله والكلام ده. في دلوقتي مسابقه معانا هنشوفها ورانا، في عندنا كميه من الصحون وهتغسلوا. لا جايبين لك جلوفز عاملين حسابنا. لا ما تقوليليش المونوكير، ما تقوليليش المونيكير، جايبين جلوفز عشان ما تضايقيش جمالك خالص. والمفروض انه انا وهو نشوف هيتكسروا على فكره يتكسروا، ما هي دي الحلاوه. مين هيخلص اكتر عدد؟ في وقت معين المفروض مين يخلص اكبر عدد. نعم في صابون وكل حاجه جايب لكم. بتحبيني قلتي انك بتحبيني خليكي تكسبي تعالي. يلا حلو. الله انا عايزه اقول لكم ان التيم كله اكل في الطبقان دي وجبناها لهم على طول. من يوم ورايح يجيبوا على استوديو اطباق بلاستيك بليز. لا احنا لازم بنحب ناكل صحي، البلاستيك مش صحي. سيرين بتعملي حاجات في البيت كده تنظيف ولا مالكيش في الموضوع ده؟ مش ساعات لما بيبقى عندك وقت. انا بحب شغل البيت وبحب المطبخ. بحب اطبخ وهالحركات دي. جميله مش بتلبس الجلوفز مظبوط، شكلها ملاش في الموضوع ده خالص. لا الجوانتي مش ظابط معانا. لا نحن اذا اروى اذا حطينا الصابون هون وين بنشطف في نفس ده يعني هو كله ولا يلا يا جماعه هنبتدي. انا لسه ما قلتش ابتدوا، يلا هنبتدي. سيرين على طول عايزه تكسب، يلا ابتدي. بس انا بجهز انتوا 1 2 3 نبتدي المسابقه. ولو قد ايه صار نقول 10 ايام. لا انا النظافه دي ما تنفعنيش. حطيها هنا. ايوه كده. يلا جميله. حلو قوي ده. ايه ده؟ عايزه واحد تاني. يا نهار ابيض. سيرين يلا اساعدك. ده ما بيتغسلش يا طيب جميله. سيرين يعني سيرين ما شاء الله سريعه جدا في الموضوع ده. قد ايه قدامنا وقت يا جماعه؟ هيدا شو؟ يا نهار ابيض. سيرين متقدمه لحد دلوقتي في المسابقه دي. ايوه سيرين واضح انك شاطره في شغل البيت جدا. يلا يا جميله. يلا يا جميله. انت بجد هتسيبيها تكسبك. يلا قدمنا على وقت يا جماعه. 4 3 2 1 وخلصت الجيم. خلصت الجيم وانا مش هتكلم عن النتيجه بتتكلم عن نفسها. انا سرقتك من يا جماعه. انا ما اتجوزتش لسه. يلا خلصت الجيم وانا قررت اتجوز سيرين عبد النور. خليتيها تكسب خالص في الموضوع ده. انا كنت قاصده. انت كنت قاصده فين بس؟ ما كان كله كان باين يا شيخ. برافو، تحيه ليهم الاثنين يا جماعه. واظن مفيش سيجمنت انضف من كده. نطلع لكم فاصل بس بعد ما نشكر جميله عوض اللي كانت ضيفتنا في حلقه الليله دي. نشكرها بنقول لها ربنا يوفقها، ورجعوا لنا بعد الفاصل مكملين مع النجمه سيرين عبد النور.